لو كان العالم فيه 100 شخص بس، 50 منهم كانوا هيبقوا ذكور و50 منهم كانوا هيبقوا إناث، 26 منهم كانوا هيكونوا أطفال و74 هيبقوا بالغين منهم 8 أكبر من 65 سنة. كان هيبقى فيه 60 شخص من آسيا، 15 من أفريقيا، 14 من الأمريكتين و11 من أوروبا. كان هيبقى فيه 33 مسيحي، 22 مسلم، 14 هندوسي و7 بوذيين و12 متدينين بأديان تانية و12 مش متدينين بأي دين. كان هيبقى فيه 12 بيتكلموا صيني و5 بيتكلموا اسباني و5 بيتكلموا انجليزي و3 بيتكلموا عربي و75 بيتكلموا لغات تانية. كان هيبقى فيه 83 شخص بيعرفوا يقروا ويكتبوا و17 ما بيعرفوش. كان هيبقى فيه 87 عندهم مية صالحة للشرب و13 ما عندهمش مية شرب أو ما عندهمش مية أصلا. وكان هيبقى فيه 21 عندهم زيادة في الوزن، 15 ما عندهمش غذاء كافي أو كويس، وواحد هيموت من الجوع. وكان هيبقى فيه 77 شخص عندهم مأوى و23 ما عندهمش مأوى، و78 شخص عندهم كهرباء و22 ما عندهمش كهرباء. طفل من كل طفلين كان هيكون فقير، وكان هيبقى فيه 48 شخص عايشين بأقل من $2 في اليوم، وشخص واحد بس كان هيبقى متحكم في نص الاقتصاد. 75 شخص هيكون عندهم موبايل، 30 هيكون عندهم انترنت، 22 هيكون عندهم كمبيوتر، و7 بس اللي كانوا هيبقى عندهم شهادة جامعية. والسؤال الحقيقي، هل لو كنا 100 واحد بس فعلا كنا هنسيب واحد يموت من الجوع، أو واحد يتحكم في نص الاقتصاد، أو 30 واحد يمنعوا 12 واحد من ممارسة اعتقادهم؟ تفتكر العالم كان هيبقى مكان أحسن من كده، ولا عنصريتنا وجهلنا وظلمنا لبعض هم اللي هيغلبوا برضو؟ لو عجبك الفيديو ده لايك وشير مع أصحابك. تقدر دايما تتابعنا على فيسبوك وتويتر وعلى يوتيوب عشان يوصلك حاجات أكتر من كائنات. وما تنساش تزور موقع مؤسسة 100 شخص عشان تعرف أكتر عن الإحصائيات دي وعن المشاكل المعقدة اللي العالم بيواجهها دلوقتي. مش ده اللي في دماغك؟ للأسف الحياة مش سهلة زي ما انت متخيل.